إلقاء بالنفس لماذا؟ تهلك. تدخل المسلمين، أدخلهم المسلمين في 67 في 73 أدخلوهم بحروب وهم لا قوة لهم، والنهاية المجرمين الكبار منابع الإرهاب أمريكا وبريطانيا وفرنسا هم الذين يمدونه. وأنا أحتاج محاضرة ثانية كلام على تاريخ اليهود وعلى تاريخ إسرائيل، على الكلام حقيقة الوقت طال جدا، كلام كثير جدا جدا. لكن مسألة الآن النصر مثل ما قلت، حماس بيدها مع من تريد. يقول إسماعيل هنية أنا صاحب قضية، وهؤلاء دعموني. هؤلاء لم يدعموك لنصرة الفلسطينيين، هؤلاء دعموك ليوقعوك بالفخ. لا تستغرب، إيران مع الغرب في جميع حروبها من أيام الديلم وقبله، وبحرب الصفويين، قاجار، الدولة القاجارية البهلوية إلى الخميني، ما قاموا مع المسلمين أبدا ولا دعموا المسلمين، بل الشر كله يأتي منهم على المسلمين على السنة. فما مصلحتهم؟ هم لا يرون قدس أصلا موجودة، ما يعترفون في المسجد الأقصى. وتشوفهم الآن يتظاهرون كلهم الروافض، يقولون هم القضية الفلسطينية. أنتم أول من ضرب الفلسطينيين في لبنان، وأنتم من آذى المسلمين في جميع الدول. والمخطط الموجود في خروج وكذا والتصنيع النووي من المملكة مع أمريكا بالتطبيع بأن تكون غزة والضفة دولة مستقلة معترف فيها دوليا عاصمتها القدس، وتخرج السفارة الأمريكية إلى تل أبيب. هم علموا، علمت إيران بهذا. أي سلاح عطوهم الصواريخ. ثم ما النهاية اللي حصلت؟ الآن انظر للمجازر والذبح والقتل، ويطلبون من المسلمين أن يساعدون. ثم اسمع الغوغاء والصراخ والصياح والكلام النصر وأننا منتصرين. إلى متى؟ كل يوم أنتم تقتلون. يعني هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. فنحن مسألة حماس وأن كنا نختلف معها، لكن لو صارت الحرب وصار المسلمين في قدرة فيجب عليهم أن يكونوا مع المسلم مهما كانت بدعته ضد من الكافر خالص. لكن هذا مقيد بماذا؟ بالقدرة.